مسا الخير، واش راكم البنات؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى خير. جيسبر كو زالي بيان ربي. جات لكم بوصفه جديده واللي هي هاد المملحات على شكل قوالب هكايا، جو بزاف بنان، الشكل تاعهم بزاف هايل وراقي. ولكم ان شاء الله تجربوها من الفطور ان شاء الله، اذا كانوا عندكم ضياف ولا تحطوهم هكا شيعه وشبعه. ولكم ان شاء الله تعجبكم وتجربوهم، واحد لاصوص بدينا بزاف. ودرت لكم انا بالطون، ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم. يجوا مقطنين خفاف ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها ان شاء الله يا البنات. نقول لكم اذا اول مره تشوفوا القناه ننصحكم باش ديروا ابوني وتبارطاجيو لا فيديو ما حبيت معكم. نقول لكم اروح ونبداو بطريقه التحضير. هنايا جي نخدم العجينه تاعي، عندي كاس تاع الماء يكون دافي كما راكم تشوفوا، لازم يكون دافي باش هكا تنجح لكم الوصفه كما تعرفوا كامل. عندي معها مغرفه تاع السكر وملعقه تاع خميره الخبز بهذه الطريقه كما راكم تشاهدوا، ونخلطهم شويه. انا حبيت ندير في هذه الوصفه يعني كاس تاع الماء يخرج لكم واحد كما نخرجوا ليه 6 نورمالمون، 6 تاع هاد المملحات. وتشات لكم العجينه اذا درتوهم صغار على حسب واش درتوهم كبار ولا صغار. نعاودو الوصفه تاعنا. قلت لكم درت فيها كاس تاع الماء، عندي مغرفه تاع سكر، مغرفه تاع خميره الخبز، 4 كاس تاع الزيت، نخلطهم مليح بالفوي. من بعد نزيدو نلموها بالفارينه كما راكم تشاهدوا. ما تنساوش ديروا واحد كيس تاع لا ليفور، ونسيت ما قلت لكمش قطيره تاع الخل حطيتيها جه شيشه لداخل ومقطنه رائعه بالبزاف. هاي ديك العجينه اللي تحصلت عليها، شوفوا والله الله كيش جات يعني طريه. نخليها تخمر في غردها وندوزو للمرحله الثانيه. لهنا هاي العجينه تاعي بعد ما خمرت لله الله. نحولها كامل هذاك التخمير تاعها وندوزو نشكلوها على شكل كريات. شوفوا العجينه جاتها هايله بالبزاف، نشجعكم باش تجربوها. وفي بلاصه الشوربه يعني هايله بالبزاف. ما بقاش بزاف من رمضان ان شاء الله. نقول لكم ان شاء الله تكونوا جبتوا بالصحه والهنا. لان بديت نحل اول كوريه. عندي هنا هاد الفورماج، انا استعملت هذا لو موندور. نجيب نصحكم باش تجربوا على خاطر بنين وشحال يذوب لكم في لي غاتا معكم. هكا حليت العجينه تاعي شغل اوفال. من بعد درت مع الاطراف هذه الفرماج تاعي من الجوانب منا ومنا بعد الطريقه. ومع من تحت تقرصوا هكا شويه باش تحب تحصلوا على هذا الشكل تاع القارب. بعد الطريقه كما راكم تشوفوا غلقوا ملح ودرتوا الفرماج. ان شاء الله تكون توصل لكم الفكره وتنجحوا فيهم ويعجبوكم. نثقبهم انا في الوسط كما راكم تشاهدوا. من بعد انا راح ندير لهم لاصوص. انا كنت طيب لاصوص تاع حبه تاع بصل وحبه طماط وفلفل. حنديرها معاهم مع الطون، يعني نطبق فيها هذيك لاصوص ونزيد ندير لها الطون من الفوقه. انا استعملت طون بالطوماطيش يجيب البزاف. ننصحكم باش تجربوهم بهذا واش درت انايا، ونصحكم باش تجربوه يجيب البزاف بنين. بعد درت لها من الفوق الفرماج، ومع الاطراف دهنتها بصفار حبه بيض، ودرت لها من الفوق شويه تاع الجلجلان، وندخلها الفوق طيب لنا من التحت ومن الفوق ونشوفهم واجدين ان شاء الله. هنا الوصفه تاع نهار اليوم راهي واجده امنه، ان شاء الله تكون عجبتكم. تحصلت لنا هذه النتيجه جو رائعه، مقطنين وخفاف. ما عندي ما نقول عليهم. ان شاء الله يكونوا عجبوكم وتجربوهم وتفرحوا بهم وليداتكم العشيه الفطور. ولكم يا البنات ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقاو في وصفات واحده اخرين حلويات العيد ان شاء الله. نقول لكم مع السلامه، تنفسكم يا البنات. اذا عجبتكم تكتبوا لي كومونتير. واذا كما قلت لكم اذا اول مره تشوفين القناه ننصحكم باش ديروا ابوني وتبارطاجيو لا فيديو مرحبا معكم باش هكا يعلى لا فيديو توصل الى اعلى نسبه مشاهدات يا البنات. معليا نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحركم. جربوا الوصفه يا البنات اذا قدرتوا. نقول لكم مع السلامه والى اللقاء.